صباح الفل عليكم ومساء الفل عليكم على حسب هتشوفوا الفيديو امتى، والف الف الف مليون مبروك لينا وللزمالك ومجلس ادارته ولاعيبته وللجماهير العظيمه اللي كانت ماليه الاستاد وللجماهير اللي كانت هنا. الف مبروك لكل اللعيبه اللي كانت رجاله وكانوا قد المسؤوليه. آه، فرحه كبيره جدا حاجة نستحقها كجمهور وقف ورا النادي وآمن بيه. كنا دايما الحائط المنيع ضد أي هجمات على الفريق مهما كانت، وكنا مهما كان انتقادنا لأي حاجة في النادي من إدارة من لعيبة كان كل همنا مصلحة الفريق، مصلحة الزمالك. ولا عزاء لهزازين الرؤوس، أرامل المجلس السابق اللي حاولوا يفشلوا المجلس ده ومش همهم الزمالك، كل اللي بيشوفون نفسهم ومصلحتهم بس. فألف مليون مبروك لأن احنا بطولة غالية جدا جدا جدا. كل ما هو زملكاوي يستحقها بكل تفاصيلها وبكل حاجة حصلت. الفيديو متأخر طبعا، لأن الواحد أولا كان بيتابع الاحتفالات وما كانش عايز يحس ان هو مقصر في الاحتفالات. دي نقطة. ونقطة تانية إن كان الواحد صوته رايح، والواحد كان عايز يطلع يتكلم معاكم كده بعد ما يكون قادر يتكلم يعني ويكون تابع كل ردود الأفعال الفترة اللي فاتت دي في الميديا عن الانتصار العظيم لنادي الزمالك اللي بيحققه وبيكرره لتاني مرة على النادي الأهلي بعد 30 سنة في نفس البطولة وعلى أرض محايدة. آه، ويفضل عقدة الأهلي إنه ما يعرفش ياخد السوبر من الزمالك للمرة التانية. فألف مليون مبروك لينا. وقبل أي شيء بمناسبة الانتصار العظيم، استأذنكم كل واحد فتح الفيديو ينزل يعمل اشتراك ولايك للقناة ولايك للفيديو ويعمل شير للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. قبل أي شيء برضه نسألكم دعاء لإخواتنا في فلسطين وفي لبنان، ربنا ينصرهم يا رب ويجعل نصره قريب وياخد بإيديهم بإذن الله تعالى. قبل أي شيء، الزمالك هو الزمالك. آه، مفيش حد يقدر على الأهلي غير الزمالك، وده سبب إن الزمالك دايما بيتحارب، وكل ما يقف لازم تلاقي مليون ايد تاخده وتنزله لتحت، عشان عارفين الزمالك لو في ربع حالته محدش يقف قدامه، وخاصة الاهلي. مش كلام انشا ولا كلام اي حاجة ولا عشان كسبنا ولا اي حاجة، احنا ده الطبيعي وده المعروف. ليه احتفالنا كبير وليه فرحتنا كبيرة؟ اسبابها معروفة ومعدودة كل الناس قالتها، انا ما بحبش اطلع اكرر كلام، بس باختصار يعني ثقة مبالغ فيها وعندهم حق فيها ان في بعض الاوقات الناس اللي كانت متوازنة في تصريحاتها كلامهم مظبوط. طبعا الكفة تميل للنادي الأهلي مليون في المية، وأي حد كان عنده اقتناع غير كده كذاب. كنا بنقول شدوا حيلكوا والزمالك قدها ومش قدها عشان احنا الزمالك، لكن على الورقة، على بالورقة والقلم، على أرض الواقع الفروقات كبيرة. ليه الفروقات كبيرة؟ سواء الأهلي جاب صفقات أو ما جابش صفقات، مبدئيا كولر مع الأهلي داخل في الموسم الثالث أو الرابع تقريبا، الفريق منقيه بإيده، اللعيب اللي بيطلع بيدخل مكانه واحد معروفة. الحاجة الوحيدة اللي جلت منه هو أيمن بن رمضان. كان ديانج هيطلع وهو هيدخل مكانه.
وبرضه في نفس الوقت جاب الساعي، يعني هو برضه ما سابهاش فاضي. الساعي طبعا فرق شاسع في الخبرات وكده، بس هو لعيب بروميسنج وجاي في السكه يعني، مش لعيب وحش خالص. بس ورقه وقلم، كولر خبرات، وبعيد عن بقى اي لعيبه وبعيد عن صفقات وكل حاجه، هو معاه فريق هو اللي مختاره، دربهم بقاله 3 4 سنين، متمرس في الالقاب، متمرس في النهائيات، كفته اكبر، فده طبيعي ان هو يدي ثقه. الناحيه التانيه جوميز او يعني البروف الجديد بيواجه حملة تشكيك رهيبة من ناس كتير، وانا من ضمنهم، حتى لو ما اعلنتش كده بس كان من جوايا توجس جامد قوي من ناحيته. غير الزعل وان احنا متضايقين منه بسبب قراره في موضوع تريح اللعيبه وضيع علينا بطوله زي كاس مصر. فالراجل بعد ما بنى ثقه بينه وبين الجمهور بعد الكونفدراليه، رجع كل ده اتهد بعد الكاس والطريق المستوى اللي الزمالك نهى بيه الموسم المحلي. فالموضوع كان صعب جدا، بلس ان احنا ما جبناش صفقات ترضي طموحنا كجمهور الزمالك. طبعا كلنا عارفين ومقدرين الوضع المادي اللي النادي فيه وكده، بس يعني فجبنا الحاجات المتاحه وحاجات مجانيه الناحيه التانيه لعيبه، 2 لعيبه في خط الدفاع مكلفين النادي الاهلي يعني حوالي 4 مليون دولار، اشرف داري ويحيى عطيه الله بس، غير عمر الساعي 50 مليون جنيه للاسماعيلي. فريق عنده، وايمن بن رمضان كان جاي، بس القصه جت في دخلت في عندي يعني مع الاهلي، مش قصه فلوس خالص، مش قصه فلوس خالص، بس هو الموضوع وصل لعندي يعني. مستحقات في ميعادها، مفيش مقارنه بين المعسكرين في اي شيء. فلما اكسبك بالوضع ده، ما تجيش تبرر اي حاجه ليك، انت ما تجيش تبرر، وكمان ما تجيش تقول ان الاهلي كان وحش. لا، هو اللعيبه كانت احلى، كانت لعيبه الزمالك كانت اقوى من لعيبه الاهلي، فرضت اسلوبها على لعيبه الاهلي فطلعتهم بالمنظر ده. عشان انا الفتره اللي فاتت دي كنت بتابع الاعلام كله، حتى الناس المحايدين منهم ادوا للزمالك حق وانا ما بنكرش، بس كانوا بيقولوا ان الاهلي ما كانش في مستواه وما كانش فيه، هو ده الكلام اللي بيتقال. لا، هو الاهلي ما كانش في مستواه او ما كانش فيه بسبب ان الزمالك كان حلو، مش بسبب ان انت كنت وحش. كنت وحش دي انا ما دي وحش دي في صوره البطاقه تطلع شكلك وحش، لكن انا اطلعك وحش ده عشان انا كنت اعلى منك وخليت منظرك كده، خليت تكتيكك اللي مدربك بيفكر فيه مش عارف يتحقق على ارض الملعب بسببي انا. حصل مسانده من اللعيبه في الخط الدفاعي مع الاجنحه مع خط النص، مع سرعه ارتداد، قفلت عليك المفاتيح بتاعتك، عملت كذا حاجه انت كنت بتقدر تعملها، لان انت اصلا بقالك 3 4 ماتشات بتلعبني وانت بالاسلوب ده وبتكسب، وساعات كسبت سكور، ساعات كسبت سكور. مش هحسب ماتش اسوريو لان ماتش اسوريو ده ضايع من كله، لكن مثلا ماتش زي ماتش 5-3 الدوري اللي احنا خدناه كان نفس الاسلوب بتاعك، مفيش فيها اي خلاف. فانت ده اسلوبك، كنت واستغليت ديانجو، كنت عايز تستغل النهارده امام عاشور، والماتش اسوريو استغليت حمدي فتحي، ده طريقتك ودي اللي انت كنت عايز تلعب بيها. بس انا عشان بقالي 3 ماتشات ذاكرتك منهم ماتش انت كسبته رغم ان انا كنت افضل، بس انا برضو كنت قافل لك مفاتيح، بس ما ركزتش في كوره واحده ضيعت الماتش. فما تقولش ان انت كنت وحش، لا، هو انت كنت حلو بتلعب كورتك. وبدليل ان كولر نفسه تحس ان هو اتضايق بعد الماتش وادى اجازه للعيبه، مع عادي هو بيقول لك هو مسافر طالع اجازه، كان ممكن يقدر يقول ان الجهاز المعاون هو اللي ينزلهم التمرين ده. لما كان بيتعادل ماتش وبيبقى متضايق منه في الدوري واللعيبه ما تنفذش كلامه، كان بيطلعهم على التتش يتدربوا ماتش في الدوري، وكان بيتعادلوا، مش بقول لك يتغلب. لكن هو خسران لقب وتاني لقب زي السوبر، السنه اللي فاتت برضو البطوله ما عرفش ياخدها، هي بطوله السوبر الافريقي ما عرفش ياخدها، والدوري الافريقي برضو خرج منه من سان داونز تقريبا.
زائد كاس مصر اللي انسحب منه. بعد الماتش عادي ادى اللعيبه اجازه، فواضح كده ان هو ما اثرش، وشايف ان اللعيبه بتاعته ما اثرتش، لان الزمالك كان اعلى منه. لعيبه الزمالك كانت جوميز و... واللعيبه كانوا قاريين الماتش صح، وقفلوا على مفاتيح لعب الاهلي صح ببساطه. قصه ان امام عاشور مثلا كان بيخترق من العمق وتتلعب له الكوره، كانت معمول لها حساب مليون مره، وفي لقطات كتير جدا بس الواحد ما يعرفش يجيبها. امام كان بيتسحب في الشوط الاول، كان بيحاول يتسحب ويدخل الناحيه دي، كان عمر دايما يروح ضامن، وهو المسلوسي ياخد له خطوتين لورا مع ارتداد دونجا عشان الكره الثانيه. حتى لو ردت لعيبه الاهلي مش هيبقى اللعيب لوحده، لو ردت لحسين الشحات او لمروان عطيه او لبيرسي تاو لو ضم لجوه مش هيبقى لوحده. حسام عبد المجيد ما تسابش لوحده، حس بمسانده جامده جدا، كان دايما بنتايك واقف بياخد الكوره، كان في عنده اكتر من 3 حلول لما الكوره بتجيله. الاهلي فكر يلعب عليه، وهو فعلا كورته وتطليع بالكوره كان عنده فيه مشكله. جوميز سهلها عليه بانه خلى عنده 3 اوبشن يلعب عليهم، ان هو يطلع الكوره لمصطفى شلبي او يطلعها لبنتايك او يطلعها لناصر ماهر او عبد الله السعيد او لعيب من خط النص. تعليمات وشغل فني. مستوى الفني اللي كان عليه بنتايك والتزامه بالتعليمات والتزامه ببيرسي تاو دفاعا وهجوما، ورغم كده كان بيهاجم في جبهه تعتبر الاقوى جبهه بعد خروج محمد هاني لما نزل عمر كمال. انا كنت خايف لان عمر كمال لعيب اصلا كويس ومميز دفاعا وهجوما، يمكن هجوما اكتر كمان. اللهم ما عملش غير رفعه واحده بس، وعملها بشماله يعني ما عرفش يعملها براحته، وبعد جون التعادل بتاعنا الشوط الثاني ان الاهلي ما يشوطش غير كورتين بتوع حسين الشحات من بعيد جدا طول الماتش، ومفيش ضربه ركنيه للاهلي ولا فاول غير فاول واحد على حدود 18، فاولين، فاول في الشوط الاول اللي كان وسام ابو علي لعبه وطلعه عواد ببراعه، والفاول اللي كان في اخر الماتش خالص الشوط الثاني اللي اترفع ورامي ربيعه لعبها بالهيد. ده تفوق من الزمالك، ده عشان الزمالك كان كويس وكان قاري الخصم كويس وكان قافل مفاتيحه كويس. الشحات ما كانش بيقابل عمر جابر 1-على-1 الا نادرا. التزام زيزو دفاعا وهجوما وترحيل اللعيبه لما في زياده يحيى عطيه الله ما زادش خالص، لانه كان خايف من المساحات اللي وراه، وفعلا لما المساحات اللي وراه لما غلط في واحده بس ما ترحمش، دخلت منها جون مش هجمه خطره. كنا افضل وكنا نستحق الفوز على ارض الملعب مش بضربات الجزاء، والاول مره الكوره تدينا حقنا وتنصفنا، لان ما كناش نستحق خالص ان احنا بعد ماتش زي ده نخسر ضربات جزاء. لان اللي عمالين يشتموا في الاهلي دلوقتي والاهلاويه يعني اللي عمالين ينتقدوا في اللعيبه وفي امام عاشور وفي كولر وفي اكرم وفي كل الفريق، يعني لو كانوا كسبوا كانوا زمانهم دلوقتي بيقولوا اشعار، ما كانوش هيقبلوا ان انت تقول ان احنا كنا احسن. ما تفتكرش يعني هم بيقولوا بس كده عشان ايه يعدوا الموجه زي ما بيقولوا، فبيقولوا يا عم انت كنت احسن وانت تستحق الصراحه راجل وبتاع عشان ايه يعدوا الموضوع. لا يا عم انت لو كنت كسبت ضربات الجزاء بعد كل ده كنتش هتقول ان انت كنت احسن. فالحمد لله انها نصفتنا، لان احنا كنا زي نستحق نفوز في 90 دقيقه. اللهم صل على النبي. تمام. فاحنا كنا افضل شويه، تفاصيل في الماتش فرقت جامد قوي. اولها في نظري واهمها هي مفاجاه الماتش محمود بنتايج. انا ما كنتش متوقع المستوى ده، بدليل يعني لدرجه ان انا مثلا لما كانت الكره بتجيله كنت بستغرب ان هو يعني كان في حاجات كده لما عدى من عمر كمال واداله كوبري، وقفته في الملعب لما بيدخل على اللعيبه وبيرقص وبيباصي،
كنت للحظه كده بشك ان ده شلبي، ان اللعيب عنده الثقه دي في اول ماتش ضد اهلي، اول ماتش عامه يلعب مع الناس دي رسمي، سواء بقى اهلي او اي فريق، وبيلعب بالثقه دي وبالتمكن ده، كان بالنسبه لي مفاجاه. ظهوره والتزامه بتعليمات جوميز تقول ان احنا هنشوف لعيب كبير. ومعرفش هو عدم تفوقه لسانت تيان ايه اسبابه، اتمنى ما تكونش موضوع الاصابات، وان شاء الله ربنا يبعد عنه الاصابات، لانه لو فضل بالمستوى ده مكسب رهيب ومفتاح هجومي ودفاعي هيعوضنا لحد ما ربنا يجيب لنا احمد فتوح بالسلامه ويحل مشكلته، ويعني يحلها ان شاء الله مع اهل المتوفي، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله. لحد ما يرجع فتوح هيكون هو ورقه رابحه جامده جدا. وكمان مع عوده فتوح والمستوى ده، فتوح ممكن نشوفه في مركز 8 ويلعبها بقى بمزاجه، يعني طريقه فتوح في 8 هيبقى حكايه، زي ما لعبها مع اسوريو. بصراحه دي كانت احلى حاجه اسوريو عملها يعني. فبنتايج بالنسبه لي كان مفاجاه الماتش. دايما مساندته الدفاعيه وكور، سواء التحامات، ارتداد دفاعي، زياده هجوميه، لا ما اثرش نهائي، وبالعكس يعني. اعتقد ان هو كان ممكن ياخد رجل المباراه لولا بس تألق ناصر منسي خطفها منه. ثانيا حسام عبد المجيد، كلمة حق للراجل ده، احنا هاجمناه كتير. لعب ماتش عالمي عالمي، ما اعتقدش ان كانت ليه غلطات في الماتش ده. بالعكس حمزة المسلوسي هو اللي غلط في ضربة الجزاء، هو اللي كمل في رجل اكرم توفيق. سواء اختلفنا وما دفعناش، هو في التحام يعني حصل، سواء هي بيلن او مش بيلن، بس هو في التحام حصل وهي تعتبر ضربة جزاء يعني. لكن حسام كان 10/10 في كل حاجة يعني، مع ان هو كان متمكن كمان وعنده ثقة رهيبة ما شاء الله ما شاء الله في ضربة الجزاء. دي حاجة كانت برضو فوق الوصف. ثالثا عواد بيرجع يثبت ان هو عنده مهارات وعنده امكانيات، ومعرفش هي كانت فين، وانا مش عايز برضو دماغي تاخدني، احنا في وقت احتفالات ووقت فرح، فمش عايز اتكلم في حاجة ان ما ينفعش ان انت تكون بتفكر في تجديد او في مستحقات متأخرة او في مشاكل مع الادارة ايا كان وتنزل تعاقب الجمهور يعني. فانا مش عايز دماغي تاخدني في الحتة دي، اقول ان هو مستواه كان وحش وما كانش وكان مشتت ذهنيا ومش قادر يلعب، هنمشي بس في النقطة دي بس اتمنى انها ما تتكررش تاني، وايا كان المشاكل اللي تكون عندك مادام نزلت الملعب يا ريت تفصل. بس نبارك له على مستواه وادائه في الماتش وعلى صدته ضربة الجزاء من يحيى عطية الله، وهي ما اختبرش يعني، هو كرة اللي في الماتش كانت كرة الفاول بتاعت أسامة أبو علي. في ناس الواحد مهما كان خلاص يعني، عمر جابر خلاص ما شاء الله عليه من الموسم اللي فات هو بيقدم أداء استثنائي. عبد الله السعيد خلصنا فيه كل الكلام، وسبب أداء الزمالك واستحواذه والثقة اللي عند لعيبة خط النص لما الكرة بتجيلهم هو عبد الله السعيد. يكفي بس ان احنا نقول ان هو استلم باص الكوره ضعف يعني. اكرم توفيق ومروان عطيه هما الاثنين مع بعض، عبد الله السعيد عدد لمساته للكوره اكتر منهم مرتين. كسب 7 التحامات. يعني مفيش كلام يتقال في واحد عنده 40 سنه وبيعمل كل ده. بدنيا كان في احسن ما يكون، بذكائه وبقدرته على قرايه الملعب، ما تحسش ان هو مش قادر، ما حسيتش ان هو تعبان، استحمل بكل مسؤوليه ان هو ما ينفعش يتغير عشان في ضربات جزاء، وهو من اللعيبه الاساسيه اللي تشوط لانها هتدي ثقه، والضربه الاولى بتفرق، وفعلا حطها يعني. كل الناس طبعا حطتها بمعلمه رغم ان الشناوي بيروح معاها، بس هم حطوا في مكان ما يتجابش يعني. سيبك الناس اللي عماله تتكلم ان الشناوي وراح مع ماله الشناوي ما صدش ولا واحده ليه، لا البلنتات محطوطه صعبه صعبه، والشناوي كمان
انا في وجهه نظري ان هو كان بيلعب على التوقع، فهو هايل. مش كانش بيلعب يعني ما كانش بيلعب على التوقع، كان بيلعب على الكره هتروح فين، بيلعب على الكوره. فده اللي كان بيخليه يروح متاخر. بس هايل يعني، لو كانت كان بيروح مع كل، لو كانت اي كوره اقل سنه مثلا او اضعف سنه من اللي هو راح كان هيجيبها. فهو ليه انت بتحس ان هو نط غلط او ما جابهاش؟ لا، هو نط لانه بص استنى الكوره رايحه فين ونط. عدم توفيق بقى انها راحت في ابعد حته في الجون، الحته اللي ما يقدرش يجيبها فيها حتى لو نوير مش هيجيبها. طبعا يعني هو كان مهزوز نوعا ما وقت الماتش، بس انا بتكلم في نقطه ضربات الجزاء يعني، عشان في ناس مش هيلها له جامد. ناصر ماهر ما شاء الله 10 على 10، ثقه وامكانيات عاليه، وكان يستحق ان احنا يجيب جون الماتش ده بصراحه، او يعمل اسيست على الاقل. وكان اداؤه الدفاعي كويس جدا، وظهوره للعيبه كان هايل، ومستواه كان كويس جدا. شلبي محتاج يراجع ويتفرج على الماتش ده تاني ويركز، لان هو بصراحه يعني الوحيد اللي ما كانش في مستواه من ضمن اللعيبه. زيزو كالعاده سوبر زيزو، ما صنعش كالعاده وللاسف يعني، ولا سجل. بس اداء دفاعي وهجومي على اعلى مستوى، مسؤوليه متحملها في الماتش. لما طلع عمر جابر وبقى هو الكابتن مسؤوليته زادت. كان بيرجع لاخر حته في الملعب يقدر يدافع فيها. عمل فاول مع حسين الشحات، الفاول الاخير ده هي غلطه طبعا، بس هو برضو يعني ما كانش عنده، يعني مش عايز يدي فرصه واحد في المليون ان تيجي فينا جون في وقت زي ده، ومن حميته وبتاع فعمل الفاول. اخيرا الاهلي الناحيه التانية، لاعيبه بتقول انها مش في مستواها ومش في مستواها. انا ما شفتش ان الاهلي يعني كان بيقدم اداء مبهر. الاهلي كان بيكسب يعني. هو انت كسبان الترجي باداء مبهر في نهائي افريقيا؟ لا. كسبت بيراميدز في الدوري الماتشين رايح جاي باداء مبهر؟ لا. اتغلبت من الزمالك في الدوري عادي، ما عملتش اداء. كسبت كاس مصر من الزمالك كان باداء يعني واو؟ لا. فده ادائك. هو انت ليه بتنكر كده؟ يعني بتنكر ليه ان ده مستوى اللعيبه عندك؟ بس انت لو كسبت بتقول قشطه وبتاع. امام عاشور عمال الناس نغمه عماله طالعه، نرجع امام تاني بقى، لو ما ظبطتش يرجع للمكان اللي انت جاي منه. احنا يا ابني احنا اصلا امام عندنا كان شويه وهيقف جول. احنا لعبناه كل حاجه، كان بياكل النجيله حرفيا، كان بياكل النجيله عشان يثبت مكانه. ولغايه ما مشي من عندنا ما كانش يقدر يخستع. فانت لو شايفه بقى مقصر معاك دي مشكلتك انت، حلها. ما ترميش بقى، ما تشغلش بالك بينا ونرجع تاني ونرميك ومش نرميك. يا عم رموه ولا ولعوا فيه. ما انت اللي نفخت فيه يا باشا، فانت قابل وقعد بتاعتك. انت اللي نفخت فيه، انت اللي السوشيال ميديا بتاعتك الرسميه وغير الرسميه ما بتنزلش صور غير ليه. انت اللي بين الشوطين الصفحه الرسميه للنادي منزله صورته وهو بيضحك لدونجا قبل الماتش ما يخلص، قبل الماتش ما يخلص ساعه الخناقه. ايه الكلام ده؟ انت مشيت ورا كده النسوان وشغل العيال وقصف الجبهات بتاع السوشيال ميديا. استحمل بقى، كمله. هو ده خلاص، هو ده يرجع بقى لمستواه ما يرجعش، دي قصتك حلها معاه. لكن ما تجيش بقى تقول المستوى ده مش بتاع الاهلي، ده بتاع الزمالك. الزمالك ايه يا ابني؟ هو كان انت اصلا واخده من عندنا، كان بيطير في الجو. مش من عندنا كمان، كان في راح ميتلاند، يعني نادي دنماركي فكر فيه نادي اوروبي بناء على مستواه، وكان احسن من عندك مليون مره. لما جه عندك بقى عمل اسيستين وعمل وجاب كام جون، طلعته السما واحسن لعيب في مصر وامام هو الاصل. خلاص المستوى بقى عندك فيه مشكله معاه، حلها معاه، مش بتاعتنا يعني. فانا مش شايف ان الاهلي كان بيقدم اداء عظيم عشان يجي النهارده تفاجئه ان هو ما كانش حلو. لا، هو الاداء ما كانش واو قبل كده، بالعكس كان بيكسب عادي بطريقته يعني. الزمالك ضايقه اكتر، قفل على مفاتيحه اكتر، قفل على الحاجات اللي هو وحش بيكسب بيها.
اللعبة الأبدية بتاعت كولر في الماتشات اللي زي دي. لعيب حمدي فتحي مش موجود، في ديانج مش موجود، في إمام. لعيب الخط النص التمانية اللي بيتسرسب يخش ال18 وتتلعب طويلة على أسامة أبو علي ينزلها له، أو العكس تتلعب لإمام، إمام ينزلها لأسام مع ضم الجناحين حسين أو بيرسي تاو، والكرة كلام محفوظ وكان بيلعب عليه وحاول عليها. والعمق يعني، واختراق من العمق ما بيعندوش حاجة تانية غير العمق، ونجح على فكرة في كرة البيلن. ده تقريبا الكرة الوحيدة اللي هو نجح يخترق فيها. وكرة تانية كان قرب ينجح بس إمام شاطها، الكرة الشوطة اللي إمام شاطها في السما دي، لو كان إمام هدي عليها شوية وقف كان هيطلع محمد هاني تقريبا أو بيرسي تاو من الناحية التانية. غير كده هو الزمالك ما اداش فرصة للأهلي إنه يلعب لعبه. و حتى يعني يمكن لو كان في اكسترا تايم كان ممكن يعني التغييرات بتاعت كولر نشوف فيه منها اي تغيير او تقدر تضيف، لكن هي ما لحقتش تضيف حاجه بسبب ان برضو ان الزمالك تغييراته كانت اشرس ودوافع اللعيبه كانت اقوى، فكل ده بان في الملعب. فبس يعني انا مش شايف ان الاهلي كان وحش فالزمالك كسب، الاهلي كان عادي زي ما هو الاهلي، بس الزمالك كان كويس وخلى الاهلي يطلع بالشكل ده. هي دي النقطة اللي أنا عايز أوضحها. واللي أنا عايز أقوله برضو إن إحنا لازم نفرح. زي ما قلت الفروقات كبيرة جدا، بس أنا الزمالك، وأنا الوحيد اللي في مصر أقدر على الأهلي، والوحيد اللي في أفريقيا أقدر على الأهلي، والناس عارفة كده. وعشان كده بنقع كتير أيا كان بقى الأسباب اللي بتوقعنا إيه، بس الناس حابة إنها تبقى واعيين لأن مش عايزين الناحية التانية تزعل. ربنا يسترها علينا عشان زعلناهم الماتش ده واللقب ده، ويديمها عليهم كده يفضلوا زعلانين ان شاء الله. الف مليون مبروك للزمالك. طبعا صحيح نسيت دونجا. انا بنتقده كتير وعندي مشاكل كتير قوي في اسلوب لعبه، بس هو كان راجل الماتش ده لعب ديربي بمعنى اصح، عوض الفروقات الفنيه بينه وبين امام بالقوه، وان هو اجريسيف اكتر وان هو عايز. فشابوه ليه بجد، ويا رب يستمر على المستوى ده دايما. شيكابالا قائد دايما بمعنى الكلمة، ويستاهل الفرحة ويستاهل المكسب ده، ودموعه غالية علينا جدا لما شاف الدخلة يعني، وربنا كافئه ووفقه بسبب روحه وتشجيعه دايما للعيبة حتى لو ما لعبش. كان كأنه أهم، كان يعتبر يعني كوتش تاني مع جوميز. مش عايز انسى حد من اللعيبه، ناصر منسي طبعا طبعا يعني مفيش كلام يتقال، سوبر ناصر، ناصر الاسطوره، سبب الفرحه كلها. يا رب يمشي على يعني على منوال عمر جابر. ما يركزش للانتقادات ويركز في الملعب، وهو من النوعيه دي، طيب وابن بلد وتحس ان هو غلبان، فاكل عيشه الملعب واكل عيشه الكوره. ربنا يخليه يعني يثبته دايما كده ان هو يبقى يركز في اكل عيشه بس، ما يركز في اي حاجه بره الملعب ولا مع السوشيال ولا حاجه، ويركز في لعبه ويركز ان هو يجيب مستواه، ويعرف ان هو كان وحش فعشان كده احنا كنا زعلانين منه. احنا ما فيش مشاكل شخصيه بيننا وبينه، واي لعيب بس بيطلع يعني انا عارف انها بطوله غاليه وبتاع، بس ما تنساش ان انت قبل البطوله دي انت كنت وحش. يعني احنا ما كناش زعلانين منك عشان احنا يعني انت ما عزمتناش على فرحك مثلا، لا احنا زعلانين منك عشان انت كنت مقصر في حق نفسك، فبالتالي الزمالك كان وحش وبيخسر ماتشات وبيضيع بطولات وبيضيع اهداف، فده سبب خلافنا معاك. يعني انا ما لاحظتش ان لعيب قال انا كنت وحش، لا انت كنت هتمشي عشان وحش. يعني ناصر منسي مع احترامي ليه وعارف ان هو غلبان وعلى سجيته وكل حاجه، بس انت ما قلتش انا فعلا
ما كنتش موفق، ما اعرفش ايه. لا، انا كل اللي بسمعه انه ما خدتش فرصه. لا، انت خدت فرص، خدت فرص ونزلت ولعبت، وبقالك داخل في سنه، ده تالت موسم اهو مع الزمالك. ما فيش حاجه بسمع. احنا خارجين من كاس مصر يعني، طبعا بغلطه الزناري الرهيبه، وبسبب ان حضرتك ضيعت كذا جون. فنعرف احنا مقصرين في ايه قبل ما، يعني عشان تقدر تعرف ترجع تاني لمستواك. انت ممكن تكون المستوى ده استثنائي اللي حصل في ماتش السوبر، وممكن تكون بداية تصحيح الطريق. لازم تعرف انك كنت وحش عشان يبقى ده بقى الاستمرارية بتاعتك. فألف مبروك ليك يا ناصر، وإن شاء الله دايما في متألق، ونستنى منك أكتر من كده، ونشوفك إن شاء الله تحسم لنا السوبر المصري اللي هيكون في الإمارات إن شاء الله. حبايبي، ألف ألف مليون مبروك ليكوا، وإن شاء الله دايما في بطولات وفي انتصارات، ومن نجاح لنجاح دايما لفريقنا. وتحية لمجلس الإدارة وتحية للعيبة، ونتمنى إن شاء الله إن احنا ما نغيبش أبدا عن منصات التتويج، ودايما نرجع تاني للبطولات الأفريقية اللي كانت غايبة عننا، ونعرف أهميتها وإنها حاجة مهمة جدا. الله يسامح بقى المجلس السابق اللي بعدنا بشكل مش طبيعي عن منصات التتويج الأفريقية، عن البطولة اللي كانت المفضلة لينا. وإن شاء الله مع المجلس ده ورب يستمر يعني، نرجع تاني لمنصات التتويج الأفريقية بإذن الله. في الآخر بشكركم جدا، وأتمنى أكون ما نسيتش حاجة، وألف مليون مبروك ليكم. وإن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ويا ريت زي ما قلت لكم في أول الفيديو كله يعمل اشتراك ولايك للفيديو، اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير. واشوفكم دايما على خير، ودايما كسبانين، ودايما في احسن حال. احنا ابطال السوبر وابطال افريقيا سيد وسيد زعماء افريقيا. فالف الف مليون مبروك، ولسه الاحتفالات شغالة ولسه مستمرة، ما فيش توقف يعني. فنبارك لبعض، وبإذن الله أشوفكم تاني على فيديو قريب قوي. ويلا ننزل نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو وشير. أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.